السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله استكمالا للفيديو اللي فات اللي عملنا فيه النوتيلا الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما حطيناها في التلاجة شوفوا قد ايه تقلت وتماسكت وبقت جميلة جدا. هنكمل بقى الوصفة بتاعتنا اللي احنا كنا هنعملها، البسكوت اللي هو الليدي فينجرز اللي قدامكم ده. هنبدأ بقى نجيب البسكوتة كده ونحط عليها طبقة من النوتيلا. ده الجزء، لو تفتكروا معايا راجعوا الفيديو اللي فات، هيعجبكم جدا. طريقة عمل نوتيلا سهلة وبسيطة وطعمها يعني أكثر من رائع. هناخد جزء كده من النوتيلا بتاعتنا، شوفوا قابلة للدهن ازاي، يعني زي الجاهزة بالظبط، والطعم أحلى كمان صدقوني، لأن لا عليها مواد حافظة ولا أي حاجة خالص ممكن تضر أو تأذي، بل بالعكس صحية 100% بمكونات انت عارفة ايه هي. خلاص هنقفل البسكوت بتاعنا كله بالشكل ده، كل بسكوتين هنحط بينهم طبقة من النوتيلا. خلاص خلصنا؟ لا لسه. هنروح بقى نجيب طبقين، هنحط في واحد فيهم كوباية من الحليب، والتاني كوباية من جوز الهند. هناخد بسكوتة بسكوتة كده نقلبها في الحليب، ونروح بيها على جوزة الهند نديها طبقة خفيفة كده. هو الهدف مش يبقى جوزة الهند مغطية على طعم البسكوت والنوتيلا، لا خالص، انا عايزة بس ادي طبقة كده من خفيفة من جوزة الهند، تدي يعني مذاق يعني متكامل مع بقية الوصفة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده هنخلص كل الكمية في الحليب وبعدين في جوزة الهند. تمام جدا. طبعا لو ما عندكيش البسكوت ده مش لازم ده بالتحديد، يعني لا، اي نوع من البسكوت يكون، حتى السادة العادي خالص اللي هو سعره بسيط جدا، تجيبي كده كل بسكوتين وتحشيهم ما بينهم بطبقة من النوتيلا. هيدي معاكي مذاق وطعم وحلو شيك جدا، وكمان سهل وسريع. هنكتفي بكده؟ لا طبعا لسه. هنروح بقى نجيب باكت من الكريم شانتيه، نحط عليه نص كوباية من الحليب، وننزل عليه بباقي النوتيلا اللي كنت بحشي منها. طيب مش هتكفي، هروح اجيب بقى البرطمان الكبير اللي هو كان وزنه 800 جرام، وقلنا الكمية اللي احنا استخدمناها لعمل النوتيلا بتاعتنا عملت كيلو من النوتيلا كامل. طبعا يعني ده لو بتشتريه من بره يعمل مبلغ وقدره. هناخد جزء بقى من البرطمان كمان ونحطه على الكريم شانتيه، هيطلع معانا بالشكل ده واللون الجميل ده كمان. هنروح نجيب كيس الحلواني بقى ونعبيه علشان نشوف هنعمل بيه ايه دلوقتي. هنضغط عليه كده علشان نتأكد بس ان هو شغال تمام. هنبدأ نعمل شكل ظريف كده على البسكوتة بالشكل ده. تقدري تعملي اي شكل انت حباه، شكل وردات نفس الشكل ده، او حتى سادة كده، مش لازم التعريجة انت، وطبعا الشكل اللي ممكن تفضليه يعني. هنخلص كل الكمية بتاعتنا، هيبقى معانا بالجمال ده. حلو زي ما قلتلك، سريع سهل لذيذ جديد كمان، لو عندك حد جايلك ممكن تعمليه ويشرفك قدام اي حد. بصراحة طعمه لذيذ جدا جدا. طبعا زي ما انتم شايفين وصفة سهلة جدا، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. ودي احد يعني انجازات النوتيلا، غير انها بتستخدم طبعا للسندوتشات والكل بيحبها. هنكتفي؟ لا لسه. هنروح نجيب بقى كمان قطعة من الشوكولاتة كده، يكون بار كبير عندك، تاخدي نصه مثلا او جزء حتى منه، وتبدأي تبشريه بالمبشرة وتاخدي منه وتحطي كمان على الكريم شانتيه كده من فوق. تبقى البسكوتة حلو متكامل، يعني شوفي طبقات من اللذاذة والحلاوة والشياكة كمان، والطعم بقى ما اقولكوش، هسيبكم انتوا تجربوه. اتمنى يا رب يكون الفيديو خفيف وعجبكم، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. بس يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في قناتي على اليوتيوب مطبخ اماني شتا يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بإذن الله، مع السلامة.